نبدلوا البلاد ونذوقوا واحدة من أبان التحليات اللي تقدروا تجربوهم، بزاف بنينة وقوامها خفيف مع صوص الكراميل اللي نخدموها وحدنا وتجيكم هايلة. باش نخدموا كيكة التريليتشي نحتاجوا البيض على حساب القالب اللي عندكم. أنا حندير 3 بيضات مع نص كاس سكر، لافاني، رشة ملح، ونطلعهم حتى يبيض معنا الخليط ويولي قوام كثيف. نضيف عليهم نص كاس فرينة وكيس خميرة الحلويات، نخلطهم خفيف برك ونزيد لهم ملعقة كبيرة خل. نفرغ الخليط في قالب كنت دهنته بالزبدة ونطيبها على نار متوسطة، ما تفتحوش عليها حتى يضاعف حجمها ودير لكم تحميرة خفيفة. وهي سخونة نشربوها بالحليب، يكون بحرارة الغرفة، لازم تشربوها مليح ونخليوها تبرد. في نفس الوقت نوجدوا الكريمة. هنا درت عبار صغير ما كفانيش، نتوما ديروا 2 كؤوس بودرة شونتيي، كاس حليب أو ماء، و2 علب كريم ديسير كراميل، ونطلعهم بالخلاط الكهربائي. من جهة واحدة أخرى نخدموا الكراميل اللي كنت شاركتها معكم من قبل. أول حاجة نديروا كاس حليب معه 2 ملاعق كبار نشا، نخلطوهم ونحطوهم بجهة. من بعد في مقله نفرغ كاس سكر، نخليوه يذوب فوق نار هاديه ونقعدوا نخلطوه حتى يذوب كامل، ما تخليوهش يتحرق. نضيف عليه نص كاس ماء بحراره الغرفه و2 ملاعق كبار زبده، رشه ملح اذا حبيتوا تضيفوها، وقعدوا تخلطوا ما تخافوهاش حتى يذوب كلش على نار قليله. نزيد خليط الحليب والنشا اللي خدمناه وندمجهم حتى يعقد كلش. مع الاخير كاس الا ربع شوكولاته بيضاء ولا فاني اختياريه. تحبوا تذوبوا الكراميل يدويا ولا بالبغا ميكسر. نغلفوها بطبقه الكريمه اللي تكونوا خليتوا منها شويه للتزيين، ليسيوها مليح. من بعد هنا تحبوا تجمدوها باش تجيكم سهله، ولا تفرغوا مباشره الكراميل اللي تكون بردت، ما ديروهاش سخونه. زينوها بخطوط من الكريمه بهذه الطريقه، وبصحتكم آلة تريليتشي تقدروا تذوقوها.